قال مصدران مطلعان إن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم الاثنان في البحر الأحمر قبالة اليمن، لكن لم يتبين ما إذ كانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هي من تقف وراء الهجوم. وأعلنت حركة الحوثي اليمنية مساء اليوم مسؤوليتها عن استهداف السفينة بعدة صواريخ وطائرات مسيرة، لكنها لم تذكر أي شيء عن الناقلة السعودية. وأضاف المصدران أن ناقلات أمجد التي ترفع علم السعودية والتي ترفع علم بنما كانتا تبحران على مقربة من بعضهم البعض عندما أصابت، لكن الناقلتان تمكنتا من مواصلة رحلتهم دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنها. ولم ترد مجموعة البحرية الوطنية السعودية للشحن المالكة لأمجد على طلب للتعقيب حتى الآن، وتبلغ السعة القصوى للناقلة 2,000,000 برميل. ولم يتسنى الحصول على تعقيب من الشركة اليونانية التي تدير السفينة التي تبلغ سعتها 1,000,000 برميل. وقال أحد المصدران إن من المستبعد أن تكون الناقلة المستهدفة بشكل مباشر. وتراقب السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بقلق إطلاق الحوثيين صواريخ تمر فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر، وتحاول الرياض استخدام نفسها من حرب فوضوية في اليمن وصراع مدمر مع إيران الداعم للرئيسية للحوثيين. وبدأ الحوثيين شن ضربات جوية بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر، فيما يقول إنه تضامن مع القطاع. وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتان واستولوا على واحدة وقتلوا 3 بحارة على الأقل. وقال مركز المعلومات البحرية المشترك الذي تديره قوات بحرية دولية تتبع هجمات الحوثيين إن 3 هجمات صاروخية باليستية أصابت الناقلة اليوم الاثنين على بعد 70 ميلا بحرية شمال غربي مدينة الصليف بجمال اليمن. وأضاف المركز في تقرير أن تقييماته تشير إلى أن الناقلة بلو قد استهدفت بسبب إطلاق سفينة أخرى ضمن هيكل الشركة التي تتبعها الناقلة نداء في الآونة الأخيرة للرسوب. وتابع قائلا: جميع أفراد الطاقم بخير، تعرضت السفينة لأضرار طفيفة ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة.